اما اقوم اعمل لكم الكريتسو زيت. ما تخلي الطباخ يعمله المره دي. لا، اصل الكريتسو زيت ده مفيش غير عيلتين بس هما اللي يعرفوا يعملوه. في بوله نكسر فيها بيضه ورشه فانيليا وكوبايه لبن ومعلقه كبيره من الزبده السايحه ومعلقه سكر، وكده كده السكر حسب الرغبه، وميكس رايق من اللي قلبك يحبه. وعندي كوبايه دقيق هنبدا ننزل بيها واحده واحده وعلى هادي يا زبادي لحد ما نوصل للقوام ده. والله حدوته مدلعه. هنجيب مصفى ضيقه ونبدا نصفيها عشان لو في كتل دقيق نشيلها على جنب، عشان ظبط الشغل اهم من الشغل. وطاسه على النار فيها شويه زيت، واول ما الطاسه تبدا تسخن نبدا نسوي الكريب واحده واحده وعلى هادي يا زبادي لحد ما يطلع معاك بالحلاوه دي. بالظبط هياخد معاك دقيقه هتلاقي الكريب مسك نفسه وتبدا تقلبه. عايزك تعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. طاسه على النار نحط فيها 4 معالق من السكر ونسيبها على نار هاديه لحد ما يكرملوا. بعد كده نبدا نحط مكعب زبده، واول ما الزبده تبدا تسيح نبدا نعصر عليها عصير برتقال. وعايزك تفضل تعصر ما يهمكش، ونديها بشر برتقال ونبدا نطبق الكريب على 4 بالشكل ده وننزل بيه على الحلويات دي. والنبي فيها حلاوه كده. حدوته مدلعكم، حلقه سهله وبسيطه واي حد يقدر يعملها. سيبك من عيله سلطح ملطح دي وخليك مع حدوته. وعلى فكره الفيلم ده من افلامي المفضله. انا عايزك تفتكر افيه من الفيلم ده. انا هسيب لك الافيه بتاعي في اول كومنت، واعمل سيف للحلقه دي وتاكد انك عامل لي فولو على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.